لو علم أي منا لحظة موته أيبقى للحياة طعم أو أمل أو طموح؟ كلا، لا أحد يعلم لحظة موته إلا هذا. بابا عماد كان ينبغي أن يتمهل، لكنه سافر عبر أحزانه تاركا أشياءه ذكرى. أيها المسافر عبر تلك الآلام، ألم تأخذ من تربة أحلامك عنوان الوطن المصلوب؟ فكانت آخر كلماتك توصي رفقا بالفن وأهله. المسرح اليوم حصل راس منها مسرح استجداء النكبة، والراس الآخر مسرح المختبر أي الأكاديمية والمعهد، وأساتذتنا الحلوين بنقدهم اللي دا يروح زيادة عن اللزوم دا يكسر كثير من واس الجماعة، مسكوا العصا من النص. عماد جاسم حمزة فنان مسرحي، ولد في مدينة الكوث عام 57 و900 وألف، إذ كانت بدايته الفنية ضمن أنشطة المسرح المدرسي، ليكشف بعدها عن مواهبه وتعلقه بها، وليعضدها بدراسة الفنون الجميلة بمعهدها في بغداد ثم أكاديمية تلك الفنون، حين تتلمذ آنذاك على أيدي كبار الفنانين أمثال إبراهيم جلال وقاسم محمد وكرم مطاوع ونبيل الألفي، ولينهل أيضا من عمالقة الجيل الثاني كسامي عبد الحميد وعوني كرومي وصلاح القصب وفاضل خليل، لينقل جل ما اكتسبه على خشبة المسرح في واسط من خلال عشرات الأعمال المسرحية. تميز بابا عماد بابتكاره أسلوب المفردة الواحدة في الإخراج، التي اتسمت بالسهل الممتنع، والتي أشاد بها النقاد، وعدوا طريقته تلك فريدة من نوعها، فامتاز بها وتميز ليحصد العديد من الجوائز في أبرز المحافل والمهرجانات. أدعو مخرج المسرحية لاستلام جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل إلى بابا عماد. ألست أنت الذي جنى عليه الأب الزمان وما جنيت على أحد؟ من أين جئت بكل هذا الحنان؟ وكيف لك أن تنبلج بكل هذا العطاء دون أن تفكر لحظة في الأخذ؟ كيف لك أن تجلو كل ما في الأرض من سفسطة لتزرع مكانها شيئا من عبث الطفولة؟ الطفل بحاجة إلى الابتسامة، كان بحاجة إلى شيء ما من عبثية الطفولة، وأتمنى أن نكون ناجحين في إيصال هذا الشيء إلى الطفل. علمتنا إن الإنسان عظيم في إنسانيته، وأن القلب لا يكون قلبا ما لم ينبض. أهي المعادلة السهلة التي ظلت عصية على اللا إنسان، أم إنها لعبة النور والظلم؟ جفا الكل اشترك في أن يكون الخوف شعارا. من أي فلسفة أستهل وقد تكسرت في حضرة أبجديتك كل صروح المنطق؟
أيعقل أن هذا الكون الرحيب لم يخلق إلا لكائن أضعف ما في ضعفه، أنه إنسان؟ فكيف رأيت الكون؟ وكيف رأيت كوكبنا؟ نرى كوكبنا عبارة عن ملعب كثير، أناس يتفرقون وأناس يتصارعون. قلبت كل زخارف هذا العالم فلم أجد لها لحنا في سيمفونيتك، حينما فقدت الأوتار أنفاسها وأصبحت الأناشيد فقط أناشيد. أي سفر ذاك الذي سطرته بأحرف ملؤها النور؟ حررت نفسك من كل قيود الخسر، فما الصوت؟ إن لم يكن هناك من يفهمه. وما النور إذا كان لا يضيء؟ أرى عدلا تنمو فيه نفسي نموا، تتفهم صدى الصوت وترى الأشياء دون تلمس، لأن النور طغى، فأنا لست ذلك الإنسان الذي يعيش ليومه فقط. نعم يا بابا، ولدت حرا وعشت حرا فمت حرا. أتمنى أن يمسني ذلك النور الذي يشفي كل الأمراض. بس أريد أقول شيء، إنه لحظات المرض تخلي الواحد بين 4 جدران، والمسرح والخشبة أعادي صحتي، وإن شاء الله سنة الأخ أشوفكم إن شاء الله، برغم إنه الدكاترة يعني ما بين بابا، فديتك كل ما في العيش من ماض وآت، أنا تموت وأنت من علمتنا حب الحياة، علمتنا معنى الخلود، فكيف ترضخ للممات؟ اليوم ترزح في الثرى ما بين أوراق الشتات، وتضمخ الخد الكريم كذي الوجوه المثربات. تبا لذرات الهواء وكل قطر السافيات، كيف احتوتك فرائص الأرض العدوة للكمات. سقيا لقبرك بالمزون وبالدموع الجاريات، لا زلت حيا بين أحداق العيون الهاملات، وتسير نحو الموت في ألق يعطر بالصفات. قلب يعم الكون بالحب الجميل وبالحياة، وعدا لكل فضيلة أسستها قبل الممات. سيظل ذكرك شامخا بين النفوس الزاكيات، بين النفوس الزاكيات.